السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي شباب تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايمًا وفي أحسن حال، معاكم مستر شريف English teacher والنهارده إن شاء الله هنكمل مع بعض الجرامر الخاص بunit 2 هناخد مع بعض النهارده قاعدة both وeither وneither ونone سهلة جدًا ما فيهاش أي حاجة، إن شاء الله نخلصها في وقت بسيط وبعد الفيديو تكون فهمتها بالكامل، تابع معايا للآخر. طيب خلّينا نبدأ أول حاجة both يعني إيه both أو both of معناها كلًا أو كلًا من، إن أنت بتتكلم عن شخصين، يعني إيه شخصين؟ يعني مثنى. طيب وبما إني باقول لك شخصين أو أكتر من شخص، إذًا هنا أنا باتكلم في صيغة إيه؟ في صيغة الجمع، في صيغة الجمع. طيب يعني إزاي الكلام ده؟ يعني لمّا آجي أقول لك كده بالراحة both أحمد and علي are clever ركّز معايا both أحمد and علي are clever أنا عملت إيه هنا؟ استخدمت both اللي إحنا قُلنا من شوية بنستخدمها لشخصين. طيب حطيت بعد كده أحمد and ما تتلخبطش حطيت and بعد كده علي، يعني كلًا من أحمد وعلي are clever أذكياء، وحطيت بعديهم إيه، حطيت are زي ما أنت شايف قدامك كده، طب ليه حطيت are؟ لأن هنا بديهي زي ما قُلت لك both أحمد and علي أنا باتكلم على أكتر من شخص، شخصين، فإذًا هيعامل معاملة جمع والّا مفرد؟ جمع، فإذًا الفعل اللي هييجي بعديهم فعل إيه، جمع، ما ينفعش أستخدم بعديها is استخدمت are ليه تاني؟ علشان قُلنا أحمد and علي، في شخصين هنا. وأكتر من شخص بيُعامل معاملة إيه، بيُعامل معاملة الجمع في اللغة الإنجليزية، تمام يا شباب؟ طيب كويس جدًا، يبقى كده دي أول قاعدة نستنتجها إن both كذا and كذا ممكن ييجي شخص أو شيء، يعني بتتكلم عن شخصين أو شيئين أو أي حاجة، بييجي بعديهم فعل جمع، يعني إيه تاني فعل جمع؟ يعني ما ينفعش أقول is أقول are تمام؟ دي أول قاعدة وأول حاجة استنتجناها ومهمة جدًا. طيب جميل جدًا، عندنا both of both of طيب both of دي بنستخدمها إزاي؟ بييجي بعديها يا إما ضمير مفعول جمع، إيه ضماير مفعول الجمع دي أفكّركم زي you زي us زي them you us أو them أو بييجي بعديهم ضمير إشارة جمع زي these أو those ضمير إشارة جمع زي these أو those أو برضه اسم جمع كل ده بيجي بعد both of بيجي بعد إيه both of وبرضه نفس الكلام الفعل اللي بيجي بعديها بيعامل معاملة الجمع تمام يا شباب طيب يا شباب ناخد مثال عشان نفهم وركز معايا عشان الحتة دي هي اللي بتيجي عليها أسئلة لو جيت قلت لك both of them كلاهما مالهم بقى جيت قلت لك speak French ولا speaks French ركز معايا both of them كلاهما speak والّا speaks French بيتكلموا فرنساوي، طيب أنا هنا هاحط speak والّا speaks؟ طبعًا هاحط speak لإن speaks دي اللي ضِفت لها s بتيجي مع المفرد، فإذًا مش هتنفع، إحنا هنا بنتكلم عن كلاهما، عن شخصين، فقُلنا هنعامل معاملة الجمع تمامًا، فإذًا هنحط speak تمام يا شباب؟ أمّا الفعل اللي آخره s ده إحنا بنضيفه مع إيه؟ مع المفرد he أو she أو it أوكي يا شباب؟ طيب كويس جدًا، وقُلنا برضه both of بييجي بعديها إيه؟ بتُعامل الفعل اللي بعديها بيبقى جمع. طيب دي كده خلّصنا من both وboth of سهلة جدًا ما فيهاش أي حاجة. تاني حاجة عندنا النهارده وهي either or ودي معناها إيه؟ دي معناها أما أو وباستخدمها لمّا آجي أخيّر حد بين حاجتين. يعني مثلًا واحد بيقول لابنه أنت لو نجحت يا إما هاجيب لك موبايل يا إما هاجيب لك عَجَلة، بيخيّره هنا يا إما موبايل يا إما عَجَلة، هيقولها له إزاي؟ You can get either a phone or a bike. You can get either phone or a bike. أنت ممكن أجيب لك يا إما phone يا إما bike يا موبايل يا عَجَلة، فإذًا حطيت إيه؟ حطيت either وبعد كده حطيت الحاجة اللي هاجيبها له اللي هي phone بعد كده or بعد كده الحاجة اللي هاجيبها له اللي هي التانية اللي هي bike يعني أنا خيّرته ما بين الحاجتين، فإذًا ده أول استخدام either or طيب جميل جدًا. طيب خلّيني أقول لك ملحوظة برضه either or لمّا نيجي نستخدمها عشان نربط بين فعلين أو حاجتين، فالفعل اللي بييجي بعديهم بيُعامل على حسب الفاعل التاني، بيُعامل على حسب الفاعل التاني، إزاي الكلام ده يا مستر؟ يعني مثلًا لمّا آجي أقول لك either أحمد or his sisters either أحمد or his sisters هاجي هنا بعد his sister عايز أقول لك هم موجودين هنا، هاقول لك are here والّا is here؟ طيب كلمة are أو is أو الفعل اللي بييجي بعد كده، ده بيتحدد على حسب الفاعل التاني، يعني إيه الفاعل التاني؟ اللي هو his sisters، his sisters ده مفرد والّا جمع؟ جمع، فإذا هاحط بعديها are. افرض جيت قُلت لك either أحمد and his sister مش sisters sister أخته، هيبقى اللي بعديها is والّا are؟ هيبقى بعديها is، فهمت الفرق؟ يعني لمّا آجي أستخدم أو أربط بين فعلين باستخدام either or باستخدم الفعل اللي بييجي بعد كده بيبقى على حسب الفاعل التاني، الفاعل التاني لو كان sisters أول مرّة وsister تاني مرّة either
أحمد or his sisters are. ليه are؟ عشان sisters جمع. either أحمد or his sister is. ليه is؟ علشان sister مفرد، فإذا الفعل اللي بيجي بعديها بيعامل على حسب الفاعل التاني. الفاعل التاني اللي هو sisters أول مرة وsister تاني مرة. أول مرة كانت جمع فحطينا are، تاني مرة كانت مفرد فحطينا is. تمام؟ طيب كويس جدا. طيب خلينا ناخد مع بعض either of دلوقتي. either of دي بيجي بعديها يا ضمير مفعول جمع زي you أو us أو them، زي both of بالظبط، وبيجي بعديها برضو اسم جمع أو اسم إشارة جمع زي إيه؟ زي these أو those. أوكي؟ طيب خليني أقول لك ملحوظة مهمة، إن هنا الفعل اللي بيجي بعد either of بيكون مفرد، في كل الحالات بيكون مفرد على عكس both of. يبقى هنا الفعل اللي بيجي مع either of بيكون مفرد. يعني مثال لو جيت قلت لك either of these windows is ولا are is broken، هتقول لي ده انت قلت لي these windows حطيت اس جمع، هقول لك لا، هنا either of انا بقول لك واحد من الشباكين دول. يبقى هنا لما جيت قلت لك either of these windows is ولا are is broken. برضو لما اقول لك either of these movies is ولا are، احنا قلنا الفعل اللي بيجي بعديها بيتعامل معاملة المفرد، هتبقى is. is ايه؟ is مثلا exciting، حطيت هنا is. يبقى مع both of بيجي الفعل جمع، مع either of بيجي الفعل بعديها مفرد. طيب كويس جدا. طيب يا شباب خلينا دلوقتي ندخل على neither nor. neither nor معناها ولا ده ولا ده، يعني بتنفي حاجتين، ولا ده ولا ده. يعني مثلا لما اجي اقول لك neither احمد nor عمر speaks فرنش مثلا، ولا احمد ولا عمر بيتكلموا فرنساوي. طيب حلو جدا. طيب نلاحظ ان الكلام ده، نلاحظ برضو نفس الملحوظات بتاعت either or. هنا الفعل اللي بيجي بعد nor هو تبع الفاعل التاني، يعني الفاعل التاني مفرد هيجي فاعل مفرد، الفاعل التاني جمع هيجي فعل جمع. لو تلاحظ اول جمله قلت لك neither عمر nor احمد speaks، حطيت اس عشان ده انا بتكلم على مفرد. يبقى كده قلنا neither nor معناها ولا ده ولا ده، بستخدمها عشان انفي حاجتين، والفعل اللي بيجي بعديه nor بيبقى تبع الفاعل التاني. طيب كويس جدا. طيب بالنسبه بقى neither of دي بقى بستخدمها برضو بيجي بعديها ضمير مفعول جمع زي ما قلنا من شويه you them us، او ضمير اشاره جمع زي these او those، او اسم جمع اللي بيجي بعديها فعل مفرد زي either of بالظبط. يعني مثال ممكن اقول لك neither of these colors، ولا لون من الالوان دي is my favorite color. neither of these colors is my favorite. استخدمت هنا is. ليه استخدمت is؟ لان هنا قلت لك بيجي بعد neither of الفعل معاملة المفرد، ما استخدمتش are، استخدمت is. تمام يا شباب؟ طيب يا شباب ندخل دلوقتي على none of. دي بسيطة جدا وسهلة، وبرده none of بيجي بعديها يا إما ضمير مفعول جمع زي ما قلنا من شوية you أو them أو us، يا إما بيجي بعدها اسم إشارة جمع زي these أو those، أو بيجي اسم جمع. تمام. وبرده الفعل اللي بيجي بعديها بيعامل معاملة المفرد زي ما أقول لك برده none of them. عايز أقول إن هم مش موجودين هنا، هقول is ولا are؟ none of them إيه؟ is here ولا are here؟ قلنا الفعل اللي بيجي بعديها بيتعامل معاملة مفرد، فهتبقى طبعا is. none of them is here. عايز اقول لك مثلا مفيش حد مننا عايز ياكل بيتزا، هقول لك ايه؟ none of us want ولا wants؟ احنا قلنا بيتعامل معاملة مفرد فهتبقى wants. none of us wants to eat pizza. اوكي none of us wants to eat pizza. يبقى كده باختصار يا شباب عشان ما انتهش، both of الوحيدة اللي بيجي بعديها فعل جمع، both of بيجي بعدها فعل جمع. بالنسبة ل either of neither of none of بيجي بعديهم كلهم فعل مفرد. either of neither of none of بيجي بعديهم فعل مفرد. both of الوحيدة اللي بيجي بعديها فعل جمع. أنا بقول لك كده عشان دي التكاية اللي بيجي فيها أسئلة. أوكي طيب بالنسبة ل either or و neither nor الفعل اللي بيجي بعديهم بيتبع الفاعل التاني. يعني ايه بيتبع الفاعل التاني؟ لما جيت قلت لك من شويه either احمد or his sister، ده كده بعديها كلمه sister دي اخته مفرد، فالفعل اللي بعديها هيبقى ايه على حسب اخته، يبقى دي مفرد فيبقى is. طيب either احمد or his sisters اخواته، فيبقى بدل is هنحط are لان الفاعل التاني جمع. فهمتوا النقطه دي يا شباب؟ يبقى كده احنا الحمد لله خلصنا الجزء الخاص ب both و either و neither و none، وسهل جدا وبسيط. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتشير الفيديو عشان زمايلك كلهم يستفيدوا، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.